السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طواجن بطاطا بالبشاميل. طريقة سهلة جدا جدا وفي نفس الوقت اقتصادية وحاجة حلوة هتعمليها في البيت، مش مكلفة خالص. البطاطا رخيصة ومالية الأسواق دلوقتي، وهتدينا طاقة ودفء في البرد، وفي نفس الوقت طعم خطير. دول كمية البطاطا اللي انت عايزاها حسب ما انت هتعملي الكمية المطلوبة. هتمسكيها تنقعيها كويس في مية وتغسليها عشان ما يبقاش فيها اي طينة او اي حاجة من اللي بتبقى موجودة فيها. وتمسكيها بقى كده لحد ما تبقى نظيفة بالشكل ده، تقشريها، ما تخليش فيها اي بقايا للقشر خالص. وبعدين هنمسكها بقى نعمل الخطوة اللي بعديها. اهي بصوا بالشكل ده، قشرت البطاطا وهمسكها بقى كده هخرطها. خرطيها بقى ترانشات كده عشان هناخدها غلوة، عشان نقدر نهرسها بقى وتبقى ناعمة وسوفت بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. خرطنا البطاطا بقى كلها ترانشات تكون عادية، يعني لا هي سميكة ولا هي رقيقة. كده كده هي هتتسلق مع بعضها. وهنحط بقى معاها نص كوباية مية و4 معالق كبار سكر. يبقى هنحط مع البطاطا او السكر حسب طبعا الرغبة 4 معالق كبار سكر ونص كوباية مية، وهنحطها على النار. مش هتاخد 10 دقايق هتستوي بالشكل ده. وتقومي جايبة الهراسة تهرسيها تماما، اهرسيها خليها ناعمة. يبقى بعد ما اتسلقت صفينا ميتها. المية انا حطاها في الكوباية هي عشان هقول لكم هنعمل بيها ايه. بعد ما اتسلقت صفيت ميتها وهرستها كويس بالهراسة بالشكل بقى ده كده. وعندي بقى هنا سكر، سوري، عندي لبن، وعندي المية طبعا بتاعت السلق حطها في الكوباية، وعندي جوز هند وزبيب. عايزة مكسرات حطي، بس انا مش الولاد عندي مش بيحب المكسرات. حطيت هنا شعرة فانيليا، وهحط ربع كوباية لبن بالظبط. يعني حسب رغبتك. وانت لو حطيتي لبن اكتر على فكرة هتشربها مفيش مشكلة، بس انا حطيت ربع كوباية اللبن، لقيتها مناسبة ولطيفة وحلوة. وحطيت الجوز الهند عليها. سبت الزبيب لاني هعمل كام طاجن من غير زبيب، عشان برضو عندي فيه مش بيحب الزبيب. بس انتي بالنسبة لك حطي بقى الزبيب على الجوز هند على المكسرات، مفيش مشكلة خالص، حطي اللي انتي عايزاه. اهو بصوا شربت اللبن ازاي. يبقى احنا بعد ما اتسلقت واتهرست حطينا شعرة فانيليا، وحطينا جوز هند والزبيب بقى والمكسرات حسب الرغبة. هجيب بقى الطواجن اللي انا هعملها عشان اعرفها من بعضها، اللي هي من غير زبيب دي اهي. الخطوة دي انت في غنى عنها. انا زي ما قلت لك انا بعملها عشان اللي عندي مش بيحبوا الزبيب والباقي بيحب الزبيب، فعملت لهم هما الاول كده وبعدين احط الزبيب على الباقي واكمل بقيه الطواجن. تقدري بقى تحطيها في قالب بايركس في طاجن كبير على حسب رغبتك، بس انا لقيتها الطف ان كل واحد ياخد طاجن كده لوحده، جميل جدا. وفي نفس الوقت لو فات حاجه هتبقى طاجن لوحده كده مقفول، تقدري تسخنيه في اي وقت. حطيت الزبيب اهو، عملت ال3 طواجن اللي من غير زبيب، وحطيت بقى الباقي فيه الزبيب. جميلة يا جماعة، جميلة والله. اللي ما بيحبش البطاطا هيحبها بالطريقة دي. حطي بقى في الطواجن وسيبي حتة واسعة في الطواجن، يعني حتة كبيرة كده، عشان لسه هنحط الصوص الابيض اللي هنعمله. دي كوباية لبن، هو بشاميل بس مش بشاميل، يعني حاجة زي المعلبية كده خفيفة. حطينا كوبايه اللبن، وهنحط حبه من ميه السلق بتاع البطاطا كله على البارد. وبرده شعره فانيليا صغيره، اصلا الفانيليا اللي بستعملها دي خام. وهتحطي سكر حسب الرغبه، انا حطيت معلقتين بس سكر. وقلبي بقى كويس جدا جدا لحد ما يدوب الحاجه، وبعدين تحطي معلقتين نشا.
يبقى المهلبية او البشاميل اللي احنا هنحطها على الوش كوباية لبن، عليها نص كوباية مية السلق اللي احنا مصفينها من البطاطا، عليها معلقة ونص نشا، معلقتين سكر، وشعرة فانيليا. وقلبي بقى ايدك بالمضرب بالشكل ده، دوبتيهم كلهم على البارد، وبعد كده حطي على النار لحد ما يستوي ويعمل الفقاعات دي، اكنك بتعملي مهلبية عادي خالص او صوص بشاميل على البارد، مفيش مشكلة. بس ده احنا عاملينه هنا بالنشا مش بالدقيق. بصوا انا مش عايزاها تكون سميكة، عايزاها تكون السمك ده، تكون عشان تبقى معاكي بعد كده لما تدخل الفرن تبقى ناعمة كده وسوفت وخفيفة. مية السلق بتاعت البطاطا يا جماعة لما حطيناها اديتها طبعا قيمة غذائية، وفي نفس الوقت لان هي مسكرة وفيها الخلاصة بتاعت البطاطا والسكر، بتديها تست حلوة قوي. هنحط بقى على الوش بالشكل زي ما انتوا شايفين كده، هنحط معلقة من المهلبية دي او الصوص الابيض. احلى طواجن بطاطا هتاكليها بالطريقة دي. هنحط بقى كده وفي بقى الطبقة الاخيرة اللي هنحطها، انا بالنسبة لي اي بشاميل اي صوص ابيض بعمله لازم يبقى الوش بالنسبة لي قشطة. معرفش، بحس ان القشطة بتدي تست حلوة قوي، وبتدي نكهة وريحة رائعة. حتى المكرونه بالبشاميل، كوسه بالبشاميل، قرنبيط بعمله، اي حاجه بالبشاميل بعملها لازم يبقى الوش هو عليه القشطه. اخر طبقه بالنسبه لي قشطه. انا خلاص كده قسمت كل المهلبيه على الوش بالشكل ده، واساوي بقى الطواجن بتاعتي يعني كويس عشان تبقى متساويه وشكلها كويس. واجيب بقى، انا كنت واخده شايله وش اللبن وهجيبه بقى كده اضربه شويه بالمعلقه عشان يبقى معايا اعرف افرده اهو. بصوا بالشكل ده، وهقسمه بقى على الطواجن. بيدي بقى ريحه وهي خارجه وهي جوه الفرن كمان بيخلي ريحه البيت جميله. انزلي بقى بالقشطه وزعيها وقسميها على الطواجن بتاعتك عشان تاخدي الوش الجميل وتاخدي النكهه والطعم المميز. قسميها بقى كده. لو محدش بيحب عندك القشطه ممكن تحطي معلقه سمنه على الوش بس عشان تاخدي الوش اللي بيلمع، وتاخدي وش محمر حلو كده. بمعلقه صغيره بقى كده وزعي القشطه على الوش كله عشان ما يبقاش فيه مكان ما فيهوش قشطه، عشان كله ياخد لون حلو. وهنكون في الاثناء دي طبعا فاتحين الفرن على درجه حراره 200، وهنحطها على الرف في الوسط. وانا عن نفسي مشغله الفرن فوق وتحت زي ما قلت لكم قبل كده، عشان انا بستعمل فرن الكهرباء في كل حاجه، فانا ببقى مشغله فوق وتحت. عندك فرن غاز شغلي الاول في حدود 10 دقايق بس من تحت، وحطيها برضو على الرف الاوسط، وبعدين اقفلي وشغلي الشوايه بس كده، لانه كله مستوي عشان ناخد بس الوش. انا بقى هنا في الصاج بتاع الفرن هرصها عشان لو فار لبن او حاجه ما يوسخليش الفرن. اهي خرجت بالشكل الرائع ده، الشكل الجميل وريحه روعه. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت كمان معلقه سمنه بلدي جوه البطاطا وانا بقلبها مع جوز هند والحاجه. ما تنسوهاش دي يا ريت، معلقه سمنه بلدي كبيره كده تحطيها وتقلبيها مع البطاطا وجوز الهند واللبن. معلش سوري، انا اسفه ان انا نسيت اقول. تدي برضو تست حلو قوي. ادي شكلها النهائي، شكلها تحفه وطعمها احلى. ما تنسوش معلقه السمنه البلدي، انا اسفه ان انا نسيتها، مع الجوز هند والزبيب واللبن كله يتقلب في بعضه لان هي بتدي تست حلو قوي. هتبقى تقيلة بس في الشتاء طبعا هتديكي طاقة ودفء جميلة قوي. شكلها جميل. ممكن برضو لما يكون حد جايلك فجأة كده مش عارفة تعملي حاجة حلوة، هتعملي طاجن البطاطا الروعة دي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.